هل فكرت يوما أن الصابون أو الشامبو الخاص بك الذي تستعمله معظم الوقت يمكن أن يسبب مرض السرطان؟ وفقا لدراسة أجراها مركز الصحة البيئية، حوالي 100 منتوج من مواد العناية الشخصية التي تباع في المحلات عبر العالم يسبب خطرا على الصحة قد يصل إلى حد الإصابة بالسرطان. هذه المنتجات والتي تضم علامات تجارية شهيرة وبعد إخضاعها للاختبار تأكد احتوائها على مواد كيماوية سامة محظورة مثل مادة الكوكامايد، وهي نوع من زيت جوز الهند معدل كيميائيا لتعطي نوع من الرغوة والكثافة في منتجات العناية الشخصية. شامبوهات مصنعة من قبل ماركات عالمية مثل كولجيت بالموليف بول ميتشل وكولمر وغيرها، ثبت أنها تحتوي على نسب عالية من الكوكامايد. وكذلك بعض المنتوجات التي يتم تسويقها على أنها منتجات عضوية طبيعية خالية من الكيماويات وموجهة للأطفال عثر فيها على مواد كيماوية مسرطنة. العديد من المنتجات التي تم اختبارها تحتوي على أكثر من 10,000 جزء في المليون من مادة الكوكامايد، وأحد الشامبوهات التي تم اختبارها وجدوا به أكثر من 200 ألف جزء في المليون، أي ما يعادل 20%. لذلك يعتقد مركز الصحة البيئية أن كل مرة تستعمل فيها الشامبو أو الصابون هنالك على الأقل 1% من مادة الكوكامايد المسببة للسرطان تتسرب إلى جسمك عبر فروة الرأس. يمكن أن تبدو نسبة 1% قليلة، لكن لا تنسى عدد المرات التي تستعمل فيها الصابون أو الشامبو. ورغم أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قررت في الوقت الحالي أن لا سبب يجعلها تمنع استعمال مادة الكوكامايد في مستحضرات التجميل، وأنها سوف تعلم الجمهور إذا غيرت رأيها مستقبلا في حال ظهرت مخاطر صحية مرتبطة بهذه المادة، فإن ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة أعلنت مادة كوكامايد مادة مسرطنة بعد أن كشفت اختبارات أجرتها الوكالة الدولية لبحوث السرطان عن وجود صلة محتملة لهذه المادة بالسرطان. لكن الكثير من الدول الأخرى لم تضع بعد قوانين لمنع استخدام الكوكامايد في مستحضرات التجميل، وهذا يعني أن الأمر ترك على عاتق المستهلك الذي عليه البحث في قائمة المكونات بنفسه ليعرف هل تحتوي على مواد مسرطنة. وهذه قائمة لمجموعة من مستحضرات التجميل التي ثبت احتواؤها على مادة الكوكامايد، نقدمها لكم. ربما تجدون من بينها الشامبو الخاص بكم أو أحد منتجات العناية الشخصية التي تستعملونها لتتوقفوا عن استعمالها.
إذا أعجبك الفيديو اشترك في القناة وشاركه مع أصدقائك.